عاملين ايه يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنتكلموا عن موضوع الناس كتير سألتني فيه، ان هو ازاي امشي في الزحمه. ازاي امشي في الزحمه وازاي امشي ما بين العربيات. هو طبعا غلط ان انت تمشي ما بين العربيات، بس انت غصب عنك كسواقة موتوسيكل ليك اللي انت لازم تمشي ما بين العربيات غصب عنك. يعني تلاقي العربيات ذات نفسها تخش ما بين العربيات، بس مش ده الصح يعني. او اللي انت مثلا بتخش زي ما احنا ماشيين كده ايه على اليمين. ودي اصلا ميزه الموتوسيكل عن العربيه. يعني انت شايف ان كل دول على الشمال واقفين واحنا في الزحمه واحنا بنعديهم عادي. تمام. فاول حاجه لازم تاخد بالك منها في الزحمه، وده يعني شيء بديهي جدا، ودي اكتر حاجه يعني لا قدر الله بتسبب لحاجات ياما حوادث او ايا كان، وهي المشاريع والميكروباصات والتكاسي وشركات النقل العام وعامة. لان هو اصلا عندنا الموضوع في مصر مش منظم، بحيث ان انت اي حاجه يلا لسه على جنب خلاص على جنب، اللي هو على جنب لازم على جنب، واحد شاور له خلاص هيقف. فانت لازم في اللحظه اللي هو بيقول لك فيها كده، انت في ساعتها هو بيعمل كده غصب عنك. فخلاص هو اصلا بيبقى ماشي متلخفن ودماغه مش فاهم قصدي، فالموضوع بيبقى صعب. فيعني انت وكمان الاشارات، يعني بس الناس اللي بتدي الاشارات دي بيفهمك انت ماشي ازاي. فاول حاجه اتفقنا عليها ان انت خلاص بيقف على اليمين فما تاخدش الغرزه اليمين. الغرزه اليمين تمام يقول لك الغرزه اليمين غلط، فما كنتش اعرف غلط ليه، فهي عرفنا غلط ليه. وغير كده هي الغرزه اليمين، يعني الغرز في العربيات في الموتوسيكلات غير العربيات. يعني ممكن في اليمين سهله، لكن العربيات انت عشان تبقى قاعد على الكرسي الشمال فاليمين بتبقى مش شايفها قد كده. بس يعني بتبقى الموتوسيكلات برضه مش يعني أأمن حاجة. ممكن لو على طريق مفتوح الغرزة اليمين لو انت شايف كل حاجة قدامك كل حاجة واضحة خدها عادي وانت متمكن وكل حاجة لكن ما تجيش في شارع مثلا زي ده وتاخد اللي هي الغرزة اللي هي على أقصى اليمين دي اللي هي ايه وانت مش شايف عمياني كده. لا خلاص اصبر احسن وايه ما تمشيش ما. ثاني حاجه هي حاجه مهمه جدا، وهي ممكن ملهاش علاقه بالزحمه بس هي مهمه كسواقه، وانا بشوفها اللي انت يعني لو عملتها فهو اكبر غلط ممكن تعمله، لان الناس كتير بتبقى محتاجه اللي هي تلبس سماعات وهي سايقه، بحيث ان هو لو يرد على مكالمه او ايا كان. فانا عندي ليها حل او حلين. اول حل يعني عشان هو اصلا ضرره برضه ان انت لو حطيت سماعتين اصلا انت بتبقى منعزل. انت ما ينفعش تنعزل، انت لازم تحس على الطريق. لازم لو حد على الشمال ورا اعطاني ضغطه زماره صوت الموتور عشان كده اصلا يعني صوت العربيات الكهرباء والموتوسيكلات الكهرباء تلاقيه طالع من تحت الارض عشان انت مش حاسس بيه. انت الطريق احساس يعني بطريقه كبيره جدا. انت لازم تبقى حاسس انت الموتوسيكل اللي تحتيك وحاسس بالسكه حواليك، حاسس اللي جاي من وراك، حاسس اللي جاي يمين. فالاحساس بجد في السواقه مهم جدا جدا، سواء عربيه او موتوسيكل. ده حاجه لا اختلاف عليها. فانت لما بتحط سماعتين انت كده بتعزل العالم او بتعزل الدنيا عنك. انت ليه تعزل الدنيا وانت اصلا محتاج الاحساس ده؟ فانا بشوف يعني انا شفت ليها هي حلين بصراحه. اول حل اللي هو غالي شويه، اللي انت بتحط سماعه في الخوذه وده غالي شويه، لان انت عشان تلاقي سماعه نضيفه اقل حاجه دلوقتي تقريبا معديه 3000 جنيه، فحرام احط 3000 جنيه في سماعه. تاني حاجه اللي انا عاملها اصلا اللي انا بفضلها، وعشان يعني عايز اقول لكم انا جايب خوذه موديلر مخصوص عشان اعرف البس سماعه ايربودز، ومش بلبس الاثنين، انا بلبس ودن واحده في اليمين او على الشمال، انت على حسب انت بتستريح فين. بس بتلبس ودن واحده ما تلبسش ودنين، ودي حاجه مهمه جدا جدا. لو لبست الودنين خطر جدا، بحيث ان انت هتبقى منعزل عن الطريق بنسبه كبيره، وده غلط كبير زي ما قلنا. ده غلط كبير زي ما قلنا. تالت حاجه انت بتركز برضو مع اشارات. احنا عارفين ان الدنيا في مصر الاشارات مش قد كده، بس زي ما شفت مثلا من حبه واحد اعطاني اشاره شمال فرحت داخل يمين، عايزين اشاره يمين خدت بالي. فالموضوع برضو عايز صحصحه وعايز فوقان. انت مركز اكتر من اللي قدامك. انت يعني عايز اقول لكم نقطه كمان، انت بتعتمد يعني ما بتعتمدش على غلطك، انت بتعتمد على غلط اللي قدامك. بتشوف يعني انت فاهم، مش هتستنى تشوف انا صح ولا غلط، لا انت بتشوف اللي قدامك هيغلط ازاي ويعني وتتفادى غلطه. انت لازم تتوقع غلط اللي قدامك. يعني ده
كموتوسيكلات، لان هو اصلا لو انت ركبت العربيه حط نفسك مكانه، ساعات كتير الناس ما بتاخدش بالها. يعني انا مثلا افرض انا بسوق عربيه ببقى سايق، لا الموتوسيكل بيطلع لي من تحت الارض، لان انت سرعتك كبيره وهو سرعته قليله يعني ايه محكوم بالزحمه. لكن انت لا، مش محكوم بالزحمه، انت اهو انا دخلت ما بين التوك توك، انا بعيد عنه دخلت يمين اهو، هو مش شايفني اصلا. فافرض هو واخد واحده شمال، انا عارف ان انا عملته ده غلط، بس انا بوضح لكم مثال بس، فاهمين قصدي؟ فهو بيبقى انت جاي من ورا، انت خلاص انت سواقتك، انا مش عايز اقول ان لازم مش غرز، بس انت سواقتك خلاص انت، يعني انا عايز اقول لكم انا كنت الاول ملتزم جدا وامشي كاني عربيه وورا العربيه، الاقي العربيات بتزعل، يا ابني انت ماشي ليه؟ ما انت عندك السكه فاضيه يمشي، انت عندك السكه فاضيه يمشي. طب ما انا يا جماعه انا لما بقف فالدنيا بتبقى صعبه شويه. عشان كده انا بقول لكم ان العربيات بتعاني من الموتوسيكلات عامه. يعني انا عايز اقول لكم الموتوسيكلات بتعاني من الموتوسيكلات، يعني ممكن الواحد يعاني من سواقه الموتوسيكلات الناس اللي ما بتعرفش تسوق، لان انتشار الموتوسيكلات كتير برضو. يعني مع انا واحد بحب الموتوسيكلات جدا وفوق ما يعني ما تتخيلوا، بس برضو دي مش معنى كده ان في ناس بتبقى ماشيه بتهور وايا كان، مش انا مش شيخ يعني وما بجريش، لا، بس الموضوع فيه لازم يبقى بعقلانيه شويه. حتى يا عم انت هتجري بعقلانيه شويه، مش هقول لك اجري، يعني مفيش حاجه اسمها جري بعقلانيه، بس انا بقول لك يعني حكم عقلك قبل ما تسوق. وحاجه مهمه جدا واحد كان سائلني عليها، الخوف والقلق. بصوا يا جماعه، الموضوع ده مهم جدا جدا، ممكن يتعمل له فيديو لوحده. الخوف حاجه والقلق حاجه تانية خالص. انت عشان تسوق وانت خايف ما تسوقش. لو انت واحد بتخاف تسوق، لا ما تسوقش. لكن لو انت واحد حريص في السواقه، ده الصح، ده المفروض، ده اللي يتعمل. لكن انت هتبقى راكب، لا انا اللي هيجي شمال، لا انا الموتوسيكل بيسحبني، انا زي بدوس على بنزين كده، انا جسمي كله بيتحرك، انا طاير في الهواء، لا خلاص خايف ما تركبش. يعني قولا واحدا، طالما خايف، خوف اللي هو الخوف على فكره حاجه طبيعيه في الانسان، وربنا خلقنا مختلفين. في واحد ممكن ما بيخافش، وفي واحد وسط، في واحد لا قلبه ميت، لا انت الاحسن يعني تبقى وسط. فهي الخوف دي حاجه موجوده في الانسان، ما لهاش علاقه يعني ايه، انت ممكن تتعلم واحده واحده تتجرأ، بس لا، طالما انت الخوف بتخاف اللي هو الخوف اللي هو من اقل حاجه، لا انت ما تسوقش. السواقه خطر عليك اولا، وخطر على الموتوسيكل، الناس اللي حواليك، وخطر على الموتوسيكل، كل ده هيبقى خطر. لكن القلق اللي هو ايه، انا ماشي انا محرص من اللي جنبي، انا التوك توك طلع يمين انا محرص منه، انا في واحد عارف ان في اتوبيس عالي فاهمين حاجه، ده كده الحرص. لكن الخوف انا ايه ده اللي هيجي يشيلني من ورا، اللي اسم العربيات بتجري مش عارف ايه، توك توك جاي عكس، لا انت لازم يبقى يعني قلبك يموت، قلبك يموت، ما يعني ايه، انت اللي قدامك هيغلط، انت اللي هتصلح غلطه، مش هتستنى اللي قدامك يغلط. يا عم اغلط بقى، انا عادي، انا متوقع كده غلطك، فانا بتوقع غلط اللي قدامي، كده اللي قدامي مش شايفني، في الاغلب مش شايفني. والناس كتير ما بتبصش بقى، لا تقول لي المرايه فين ولا لازم ياخد باله، لا انت ما خلاص الكلام ده، انت ماشي بموتوسيكل في مصر. هو احنا كشعب، انا معترف ان احنا سواقتنا عشوائيه كلنا، حتى انا واي غيري، خلاص انت ايه بتطبع بطبع، هو خلاص طبع مش هتغيره. بيبقى فيه يعني مثلا حتى لو الالتزام مروري موجود، الناس ما بتلتزمش فيه بالظبط، وبتبقى مش هنضحكوا على بعض، احنا لازم نتكلموا بواقعيه. ما تقوليش ده خط مروري هخش يمين هخش شمال، لا الموضوع بيبقى ايه، لازم انت تاخد بالك بطريقه كبيره جدا. يعني انا عارف ان انا طولت عليكم، بس انا والله عشان الموضوع يعني ان انت السواقه في الزحمه ده مش حاجه سهله ومش حاجه هينه. انت لو انت مضطر مثلا ممكن تزود سن، لكن لا. بصوا يعني موقف اهو في الميه، انا لما بحب اخش في الميه اسيب كل حاجه، ادوس بنزين بس، اسيب حتى فرامل، اسيب كل حاجه، عايز اوقف بنزل بريك. يعني دي معلومه عامه، لان الميه اي حاجه بتزحلق الفرامل فيها خطر جدا، وما تدوسش بنزين فجاه يعني عامه. ولو وصلت لحد هنا فانا متشكر جدا ليك، وما تنساش يعني تصلي على النبي قبل اي حاجه، وتحط لايك واشتراك. الحمد لله قربنا على 2000. انا عارف ان احنا بنتقدم تقدم بسيط، بس ايه، ادي الواحد بيتقدم.